يلا بينا نعمل برجر بدون لحوم، برجر نباتي صحي 100% وبمكونات موجودة في كل بيت. يلا بينا. بتنجان قطعته شرايح، بحط عليه معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر، وبسيبه ربع ساعة ينزل ميته. حطيت البتنجان في صاج مدهون بالزيت، وحطيت معاه بصل وفلفل احمر، وبدهن كمان وش البتنجان بالزيت، وبدخلهم فرن ساخن على درجة حرارة 200 لغاية لما البتنجان والبصل والفلفل يستوى. وبحط كمان على البصل والفلفل زيت. وبعد ما نعمت البتنجان والفلفل والبصل هحط عليهم نص كوباية من البقسماط، وهتبلهم بملح وفلفل اسمر وبابريكا وتوم بودرة وكمان بهارات برجر، ومعلقة كبيرة من الفيجيتار الحار اختياري، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. وبخلط المكونات مع بعضها كويس جدا، واخر حاجة بحطها معلقتين كاتشب، وهدخله التلاجة يرتاح نص ساعة. وبعد نص ساعة هشكل البرجر النباتي. غطا برطمان بغلفه بكيس البرجر او بكيس تلاجة بتفتحيه على 4. باخد قطعة من البرجر النباتي وبكورها وبفردها، وبتعملي حجم البرجر حسب رغبتك، عايزاه كبير عايزاه صغير عايزاه سميك عايزاه رفيع حسب رغبتك. وده سمكه بظهر السكينة بعمل فيه خطوط عشان يدينا شكل مكبس البرجر. بعمل الجنب التاني بس الخطوط مش بتسلم لتحت بالشكل ده، وبرجع اغلفه بكيس البرجر بالشكل ده. يلا بينا نجربه مع بعض. وهتشكلي سندوتش البرجر حسب رغبتك، كاتشب، حلقات من البصل، شرايح من الطماطم، شرايح من الفلفل الاخضر، وسلطة طحينة. وبألف هنا.